يا ريتك عمري يا رمضان، يا ريت الوقت ما يعديش، بعدت كتير وجاي ندمان، وشهر لوحده ما يكفي. منورين رجاله. ربنا يبارك فيكم. انا كنت قايل لكم النهارده ان شاء الله عايزين نتجمع عشان نظبط الموضوع بقى بتاع ايه الحصالات بتاعه رمضان، ونطور ايه في المشروع. انتوا عارفين اكيد منكم اللي شغالين في المشروع ان احنا كنا من قبل رمضان السنه دي فكرنا مصطفى ان احنا نطور اسم اصلا المشروع. قلنا ان هو بدل ما يبقى مثلا ايه مجرد حصاله، من الناس عارفه انها ايه حصاله خلاص، ورمضان الناس عارفه ان هو بيبقى ايه في رمضان، ونفتح برضو السكه لو احنا عاوزين يعني نوسع المشروع في كذا شهر، ما يبقاش مرتبط على قد رمضان بس. فقررنا ان احنا عاوزين نغير الاسم. فانتوا هل عندكم اقتراحات او كده للاسم؟ يعني بدل ما نسميها حصاله رمضان نسميها ايه مثلا؟ الايه؟ حوش لبكره. قول كده شوية فك. شويه فك شغال. ماشي، ايه رايك؟ ممكن صندوقي. صندوقي. ايه رايك يا عم ماجد؟ نخلص على ايه؟ خلاص شوية فكة ده. شويه فكه حلو؟ طب لا هي برضو ايه، انا مع الراي اللي هو بتاع شويه فكه ده حلو بصراحه. طب ايه رايكم لو نسميها كده؟ تمام. هو شوية فكة. تمام. بس اصل ايه يعني الفكره فعلا انك لما تيجي تشوف ايه الشيء الرئيسي اللي فيها، فاهم قصدي؟ شويه فك. خلاص ممكن حتى لو نفكر لا او نعملها مثلا زي سلوجان او كده، ان شويه فكه ممكن ايه هتفرق كتير مثلا. خلاص ان فعلا لما تشوف الناس يعني من بعد ما اتلغى الجنيه الورق طبعا. اذا حد فيكم حضروا يا رجاله؟ بجد والله. عجوز ده ولئيم وعجوز. شيل الورق وبز الورق وربع 25. الله اكبر الله اكبر. فالفكره ان بجد من بعده بقى موضوع الفكه كتير جدا فعلا، وعد في كم اهدار للفكه بشكل غير طبيعي. وبدا حتى لو تلاحظوا في الاعلانات شركات المحمول تعمل مشاريع وعروض على موضوع استغلال الفكه ده. يعني هتلاقي اغلب شركات المحمول في ايه عروض الفكه، ونازل ايه كروت فكه قصاده ان يستهلك من عندك فعلا الجنيه والنص حتى وال2 جنيه والكلام ده. فاحنا ليه ما نفكرش في الفكره دي يا جماعه فعلا؟ ان احنا نحاول نشجع الناس من قبل رمضان بعد كده، فاهم قصدي؟ وفي رمضان حتى دلوقتي احنا الشغل شغال، ومن بعد رمضان على استغلال كل فكه في البيت. ومفيش اي مانع ان حتى الطفل الصغير اللي ممكن يكون ايه في البيت او كده يتشجع على ان يبقى ليه حصاله خاصه بيه، ويبقى عارف انه زي ما بيحوش من مصروفه لاكله وشربه والحاجات الحلوه والكلام ده، يبقى من صغره يا عمر بيتعود انه يحوش لله. وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. انه يبقى عارف من صغره ان هو مثلا لو مصروفه مثلا 10 جنيه يبقى عارف ان هو مثلا بيصرف 5، وفي مثلا 3 جنيه بيحوشهم مثلا ايه مدخر ليه، وفي 2 جنيه مثلا هو مثبتها مثلا يعني. خلاص احنا كنا بنقبض جنيه يابا وبنتنطط. خلاص دلوقتي ما عادش ينفع حاجه. فبقول لك فالفكره دي يا جماعه والله يعني هتغير بجد، هتغير بجد ان شاء الله، ونشجع الناس عليها ان شاء الله. ماشي. وشوفوا برضو الناس لو نعمل لها تصميم كويس يبقى نحطها على الحصاله كده ويظبط بيه. طيب عاوزين ناخد رايكم في حاجه ثانيه يا رجاله. دلوقتي بالنسبه لي اللي نعمله بالفلوس اللي بتتجمع في الحصالات، احنا كنا السنه اللي فاتت كنا مقسمين الفلوس اللي بتخرج من الحصالات 60% لشنط رمضان و40% للافطار الخيري والافطار على الطريق. يعني احنا كان الافطار الخيري ده عشان تبقى عارف القصه مصطفى برضه ان احنا كنا بنبقى مأجرين زي مطبخ كده، وفي طباخات محترفات بقى يعني ما شاء الله. خلاص بيعملوا وجبات قويه، وفي حتى بنات بتساعدهم، بنات من الفريق ومن بره الفريق بيساهموا في عمل الوجبات. كان بيتعمل وجبات افطار للاسر الفقيره. فكنا بنحاول قدر الامكان ان احنا نعمل ايه؟ ان احنا يبقى في الافطار ده ويتوزع يوميا على الاسر، وفي نفس الوقت الافطار على الطريق. رجب جامد فيه اصلا يعني. خلاص هو موضوع ايه التمر، ونقوم ايه واخدين نعمل اكياس صغيره فيها تمر مثلا وحاجات بسيطه يتفطر بيها، وبيبقى في فعلا ناس كتير على الطريق
اتاخر في السكه مش عامل حسابه في فطار، او نزل ما كانش عامل حسابه اصلا في اكل، اعتمادا على الناس اللي بتبقى واقفه على الطريق بتدي افطار على الطريق. ولكن للاسف انا شخصيا حصل معايا مواقف غريبه جدا في نقطه انك تلاقي ايه، انت ماشي بالعربيه يا اما واحد يقف يوقفك كانه نظام قطاع الطرق، والله بجد باسلوب مرعب يعني، او حد يقوم ايه يلاقيك ما وقفتش يقوم حدفك بكيس نظام زينه في الكنيس كده وبتاع، يقوم حدفك بالكيس، والله تلاقي الكيس يقوم مفرقع كده اهو مبوظ لك انت والناس، وتلاقي الميه سخنه او ميه معموله في كيس. طب ليه؟ فاحنا زي ما احنا متعودين يا رجاله في الشغل التطوعي، فاحنا شباب موضوع ازاي يكون فيه احسان وايه؟ وابداع. احسان وابداع، وان يا ريت يكون في التطوع لمسه دعويه. ان احنا عملنا ايه لما تقعد انت تاكل حد وتشربه والكلام ده وما عندوش دين؟ خلاص لما حصلت تقلبات والكلام ده كان اول واحد يطحن فيك، وشفت البلطجيه والناس عملوا ايه. فالفكره ان ايه المانع؟ ان زي ما احنا بندي اكل وبندي وجبات وبندي شنط رمضان وبنعمل كذا وكذا، ايه المانع ان يكون في لمسه دعويه؟ ان يكون في مطويات دعويه مثلا مع الكيس اللي هو بتاع الايه الافطار. ايه المانع ان يكون في مثلا يا عمر موجود في الشنطه بتاعه رمضان مصحف هديه، خلاص؟ او طب نحط ايه كده مثلا من دماغكم، ايه ممكن حاجات دعويه نحطها مثلا؟ ماشي، ممكن سواك تشجعه، الاذكار برضو حاجات زي ايه، زي حصن المسلم وكده. فافكار كويسه. عايزين نظبط ان شاء الله برضو الموضوع بتاع افطار الطريق ده كويس، خلاص؟ وعاوزين نظبط الموضوع اللي بتاع الوجبات وتشاركوا بقى فيها وكده. والمشاريع الحلوه قوي يا رجاله برضو اللي جميله برضو، في بعض الجمعيات عاملاها مشروع اسمه اكلهم من اكلك. كان في جمعيه جميله في المنصوره كانت عاملاه المشروع اكلهم من اكلك ده. باختصار فكرته انك من غير ما نقول لك يا عم هات فلوس ولا هات حاجه، بمنتهى البساطه من اوسط ما تطعمون اهلكم، من الاكل اللي والدتك هتعمله اصلا النهارده، او من الاكل اللي اتبقى من امبارح وهيترمى. في ناس كده بياكلوا اللي هو نظام الاكل الصالح بتاع اليوم، واي حاجه بتتبقى ايا كان كمها بيرموها، خلاص؟ فاحنا بنقول ايه؟ انك بدل ما الاكل ده يبقى زياده او الاكل يترمى، بنقوم عاملين في المسجد طبق فوم كده، عارفين الاطباق الفوم اللي هي بتاعت الوجبات، خلاص؟ وبيبقى موجود في المسجد. وانت مثلا رايح تصلي الظهر بتاخد معاك مثلا مصطفى الطبق الفوم ده وبتديه لوالدتك، فوالدتك من نفس الاكل اللي هي هتعمله اصلا، خلاص؟ هتملى من طبق الايه الفوم ده، سواء من نفس الرز او من نفس الخضار او حته لحمه صغيره مثلا، او من الباقي من اكل امبارح، فاهم قصدي؟ وتقوم انت نازل العصر الجامع تصلي العصر ومعاك ايه؟ الطبق المليان، خلاص؟ العربيات بقى بتاعت الجمعيه بتعدي بالمتطوعين يلموا بقى من المساجد العلب الفوم اللي اتجمعت دي، ويبداوا يوزعوا بنفسهم على اسر الفقراء والمحتاجين وكده. فاحنا عاوزين نشارك في الموضوع ده يا جماعه. وانتوا عارفين ان احنا زي ما قلت لكم قبل كده هو موضوع يعني احنا حتى من السنه اللي فاتت ما قلناش طب خلاص هنعمل مشروع زيه او هنعمله باسم تاني او خلاص، لا انتوا عارفين احنا قلنا نحن لا نهتم بحب الظهور ولكن نهتم بسد الثغور. واحنا لقينا ما شاء الله الناس دي سد الثغر ده كويس ما شاء الله، نساعد معاهم ونكمل معاه. ولما نلاقي ناس فعلا عامله شغل كويس يا رجاله نشتغل فيه كويس ونساعد فيه بصراحه. يا ريت عاوزين نشارك الناس دي يا مصطفى وظبط بقى مع الفريق بقى ان شاء الله ايه نقطه ان احنا نظبط وننزل معاهم وان الناس تشتغل بايديها يا عمرو، خلاص؟ انك تنزل بنفسك وتوزع على الفقراء. وصدقني والله يا عمرو خلاص لما تدخل بيوت الفقراء بنفسك وتخرج عن جو الفيلل والليله دي، خلاص هتحس بقيمه القرش قوي بجد. هتعرف قيمه الخناقه اللي على ايفون 5 ولا ايفون 6 والله تابلت 10 انش ولا 12 انش ولا الكلام ده. انك هتلاقي ان الخناقات اللي احنا بنتخانقها على الاف الجنيهات دي في اسر والله ما لاقيه جنيه. فعلا كان احد الفقراء في مره ست فقيره كنا رايحين بنديها شنطه مساعده شهريه واحنا بنفتح لها الباب لقيناها وقعت من طولها. داخلين المطبخ عندها بنجري نشوف اي ميه بسكر او حاجه ما لقيناش اي ذره اي شيء في المطبخ والله، ولا سكر ولا ملح ولا اي حاجه موجوده خالص يا جماعه. متخيلين في ناس عايشه ازاي؟ فبجد من اهم مزايا العمل التطوعي ان العمل التطوعي هيغير حياتك بجد، انه هيفتح لك افاق من ناس عايشه عيشه احسن واحد فيهم اقل مننا بكتير. ومن ميزه انك تدخل بنفسك بيوت الفقراء دول يا ماجد
انك تقدر قيمه عيشتك قوي قوي، وتحمد ربنا من قلبك قوي فعلا، وتقول الحمد لله بقلب. ترجع بيتك بقى تشوف اوضتك اللي مش عاجبها ومش عاجباك، ولبسك اللي مش عاجبك، ومصروفك ومرتبك القليل، نعرف ان احنا بجد حالنا احسن من ناس كتير بجد. فده اللي احنا عايزين نقوله يا جماعه. احنا كنا قعدنا مع بعض بفضل الله، اتكلمنا عن ازاي نتدين، واتكلمنا ازاي نتفوق. كان مع طارق وكريم كانوا هنا، فاحنا عاوزين احنا نظبط مع بعض بجد ان احنا ازاي نتطوع بجد يا جماعه، واهميه العمل التطوعي في حياتنا، واهميه صنائع المعروف. لما تلاقي فعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيقول صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وانا والله شخصيا من اكثر الناس اللي شفتها في حياتي، ياما من حوادث وكوارث انجو منها والله بصنائع معروف. الواحد بيحاول حتى يعملها ويشجع عليها، والواحد مقصر جدا، بس الواحد شاف ازاي ربنا بيجعلها فعلا سبب انك تنجو من مهالك كبيره جدا. غير كده انك لما تيجي تشوف اثر الصدقه من دنيتك لحد اخرتك وجنتك هتفرق معاك جدا. لما تشوف مثلا لو حد مرض، لما تلاقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول داووا مرضاكم بالصدقات، ان زي انها ممكن ايه تشفيك. لما تشوف ان رسول الله يقول طهروا اموالكم بالصدقات، يعني ده هيبارك لك ايه في بعد كده. وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه، ان كل اللي انت بتنفقه يعني هيبارك لك في رزقك، وهيفتح ايه عليك كمان. ويوم وفي القبر تقيق من عذاب القبر على فكره. يقول لك لما يجي العذاب، لما يجي من ناحيه الصلاه تقول لا يؤتى من قبلي، كان محافظ على صلاته. كذلك الصدقه لما تيجي، الصدقه وصنائع المعروف، لما تيجي من ناحيه الصدقه وصنائع المعروف، ايه اللي يحصل؟ تقول لك لا تؤتى من قبلي. ومن الحاجات المهمه جدا غير ان صنائع المعروف تقي مصارع السوء، حاجه مهمه قوي 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 يا ماجد. يقول لك الصدقه تطفئ غضب الرب. شوف الكلمه، ان شوف ازاي ممكن الواحد يكون مقصر وبيقع في ذنوب كتير، ممكن صدقه فعلا تطفئ غضب الرب. فدي من الحاجات المهمه جدا اللي احنا عاوزين نحرص عليها. وقلنا في قبرك تحميك من عذاب القبر. يوم القيامه يا جماعه كل واحد، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ياتي كل امرئ تحت ظل صدقته، ان كل واحد هيبقى واقف تحت ظل الصدقه بتاعته. غير كده احنا بوجه عام يا جماعه لما جايين بنتكلم في احلى شباب عن الجامعه بين التدين والتفوق والتطوع، وان في رسالتنا ان احنا عاوزين نغير العالم. اعرف ان انت لما بتغير نفسك فانت بتغير العالم بتاعك انت. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. لما انت حتى يغيروا ما بانفسهم. لما نيجي نشوف انت لما تغير في عيلتك، خلاص ده خلاص العالم الصغير بتاع شله اصحابك، جمعيتك مثلا باسر احلى شباب اللي احنا بنعملها. كذلك في مساعده الفقراء والعمل التطوعي، بقى انت بتغير عالم الفقير ده. انت موضوع الشنطه الشهريه والحاجات اللي انت بتعملها دي بتغير من حال الفقير ولا لا؟ فاعرفوا يا رجاله ان التطوع قضيه حياه. وناس اللي كانت بتشتكي مثلا منكم لما كنت بتكلم قبل كده في موضوع قسوه القلب، الرسول صلى الله عليه وسلم دل ان ايه اللي بيرقي القلب يا جماعه؟ مين يقول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعمل ايه فده ممكن يرقق قلبك؟ اطعام المسكين وان تمسح على راس اليتيم. ففعلا انت مش متخيل العمل التطوعي غير انه يفرق في دنيتك وموتك وقبرك واخرتك ويوم القيامه، هيفرق حتى في الدنيا في رقه قلبك. انك ممكن من النصائح الحلوه اللي يقول لك انا والله في التراويح مش عارف اخشع، مش عارف الاقي قلبي، الناس بتبكي من حواليا وانا واقف حجره. بجد اعمل كفاله ايتام وزور ايتام وروح زور دور مسنين، وحط نفسك في كل مجالات العمل الخيري. شارك معانا في المشاريع حتى الموسميه بتاعتنا، مشاريع تقوى الزماهير. الراجل كان حكى لنا على البطولات بتاعته في مشروع البطاطين، وقفه مع الدولاب، جمع ملابس. شجعوا الناس يا جماعه الخير في رمضان. رمضان شهر البر، رمضان شهر البر. لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابه يصفوه ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخير في شهر رمضان كان ريح المرسله. عارف الريح المرسله؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه يصفوه كان اجود ما يكون في رمضان. فاحنا عاوزين يا جماعه نستغل هذا الشهر ونتشجع ونشجع الناس. ولو حد من اهلنا لسه ما خرجش صدقه او ما خرجش الزكاه بتاعته، كان ناس كتير بتخرج في رمضان، نشجع اهلنا يا جماعه، نشجع اهلنا ونساعدهم على هذا الامر. فعاوزين نقوله ان كل واحد فينا يا جماعه ياخد بجد التطوع قضيه حياه، ان فعلا لا يستحق ان يولد ولا يعيش من عاش لنفسه فقط. افتكروا رسالتنا ان نصلح ديننا زائدان ودنيانا زي تفوق،
ودين ودنيا غيرنا بالعمل الخيري والتطوع. ماشي يا رجاله، شدوا حيلكم بقى، وعايزين نعمل شغل جامد بقى في شويه فكه بقى ونشر على الفيس بقى ونظبط. يلا قوموا يا رجاله عشان نلحق بقى. يا ريتك عمري يا رمضان، يا ريت الوقت ما يعديش، بعدت كتير وجاي ندمان وشهر لوحده ما يكفي. يا ريتك عمري يا رمضان، يا ريت الوقت ما يعديش، بعدت كتير وجاي ندمان وشهر لوحده ما